او تاني اخطر كوره للنادي الاهلي بعد الكوره اللي في العارضه وفي القايم، وادي هجمه الاسماعيلي وانطلاق في العمق والكره عرضيه هدف. بقول لحضراتكم ورينا نمرتك كام يا عم؟ انت نمره 14. يعني ايه؟ عمرو السوليه. لسه بقول لحضراتكم المساحات الفاضيه في خط ظهر النادي الاهلي، السرعات من عمق الدفاع النادي الاسماعيلي، خطر على النادي الاهلي. بصوا التحرك بدون كره حلو، وجلت الكوره وحسن حظها تروح يعني عمرو السوليه تخبط في سعد سمير وتخش في الدقيقه 43. شوقي يلعبها تحرك حلو قوي من ابراهيم حسن، كره عرضيه تتقلش تروح لعمرو السوليه، والسرعه انتهت بهدف للنادي الاسماعيلي، لهدف نادي الاسماعيلي لعمرو السوليه في الدقيقة على طول 44 من زمن الشوط الأول يحرز هدف التقدم للنادي الإسماعيلي، نتيجة اللي احنا كنا بنقول عليه. بصوا مساحات فاضية، بصوا انطلاقات من نص الملعب، وبالتالي هنشوف مستر جاريدو ما بين الشوطين هيقول ايه. وهدف للنادي الإسماعيلي لعمرو السولية، وانذار قلع الفانيلا. وادي وليد وحسام غالي والكل داخل المنطقة، وعبد الله السعيد يلعب على طول، ده ضربه حره مباشره وتتلعب الكوره وتنزل وضربه جزاء. بقول لحضراتكم هل النادي الاهلي يجيب هدف التعادل من كره ثابته؟ جابها على طول مؤمن زكريا، حته شراب اهو، واكل الراجل اللي لسه نازل عمر الوحش يا عيني. اول لمسه مؤمن زكريا اللعيب الحريف اخذوا واحده كده وضربه جزاء صحيحه للنادي الاهلي. اذا زي ما توقعنا، هل يتعادل النادي الاهلي من كره ثابته؟ واحد يقول لي ما تقعد ساكت يا عم، هي لسه اتلعبت. ادي مؤمن اهو، وادي مؤمن اهو، وادي ضربه الجزاء اللي عملها ابراهيم نور الدين ضد عمر الوحش. مين اللي هيشوط الكره دي؟ اللي هيشوطها مؤمن زكريا وجه لعصام الحضري. هل عصام الحضري يقول انا اهو؟ هل مؤمن زكريا يقول انا اهو؟ ومؤمن اللي قال انا اهو. 1-1 مؤمن زكريا من ضربة جزاء في وقت قاتل، في الدقيقة 83، يعني في الدقيقة 38 من زمن الشوط الثاني، ويتعادل النادي الاهلي. لغاية كده النادي الاهلي خسران. واحد يقول لي ايه الحكايه بقى؟ اقول له لازم هيكسب عشان يخش يعوض النقاط اللي بينه انبي والزمالك. وهنشوف هل النادي الاهلي يقدر في الوقت اللي فاضل انه يحط هدف تاني، ولا الاسماعيلي يخطفه بهدف تاني، ولا تنتهي المباراه بالتعادل واكنك يا ابو زيد ما غزيت.